سورة الإخلاص. الإخلاص، إيه هو الإخلاص؟ إزاي بنقول على حاجة معمولة بإخلاص أو الشيء ده فيه إخلاص أو الإنسان ده فيه إخلاص؟ لما بيكون الحاجة بمقدارها المظبوط. يعني مثلا لو انتي بتعملي حاجة بالمقادير المظبوطة والميزان المظبوط بتاعها، بتطلع الحاجة معمولة بإخلاص، أخد حقها، لأن كل حاجة ليها حدود. يعني مثلا حدود أكلة معينة، إنك تحطي الملح بالمقدار الفلاني والتوابل بالمقدار الفلاني والمية بالمقدار الفلاني، كل حاجة لها ميزان. فلما بيتظبط الميزان فبتبقى الحاجة بمقاديرها المظبوطة، فبتطلع حاجة مخلصة، حاجة كويسة فيها إخلاص، بتتعمل بإخلاص وبتطلع مختلفة وحاجة جميلة. فربنا سبحانه وتعالى عاملنا إحنا كمان وعامل حياتنا بميزان. والميزان مش معناه 50-50، لا، بميزان يعني بمقادير موزونة تخلي الشيء يبقى مظبوط، فبالتالي يبقى فيه إخلاص ومظبوط، فما يجيش منه مشاكل خالص، مظبوط. فوجود مشاكل في حياتنا معناها إن المقادير والميزان والحدود الفاصلة بين المقادير وبين الأشياء باظت. من إيه بقى؟ بما كسبت أيديكم، مفيهاش كلام. أنا عملت حاجات وأذنبت ذنوب وتصرفت تصرفات خلت الدنيا عندي الحدود ما تبقاش مظبوطة، الدنيا دخلت في بعضيها، فبقت المقادير مش مظبوطة، فبقى طعم الحياة مش مظبوط، بقى ميزان الحاجات مش مظبوط، بقت حياتي مش خالصة، فيها حاجة غلط. طب نعمل ايه؟ ربك سبحانه وتعالى وربك سبحانه وتعالى عمل لنا صورة اسمها صورة الإخلاص. لو عايز الحاجة تبقى مظبوطة وحياتك تبقى مظبوطة وأي حاجة اتفركشت والدنيا دخلت في بعضيها، تعالى صورة الإخلاص، خد طاقة من صورة الإخلاص ونور من صورة الإخلاص، يخلي كل شيء يرجع مكانه. ربنا خلق الكون كل شيء وعكسه ملازمين بعض، الغنى والفقر نازلين الكون سوا، الصحة والمرض نازلين الكون سوا، السعادة والتعاسة أو الحزن نازلين الكون سوا، توأم. بس ربنا لأنه خير لا يأتي إلا بخير، جعل القرين الإيجابي أو الشق الإيجابي، وليكن مثلا الغنى، بنسبة كبيرة في الكون وجوه كل إنسان، والفقر بنسبة صغيرة جدا قاعدة على جنب كده على هامش، خلاص، بس هما موجودين هما الاتنين في الايه، في الخط، في الحياة. ده خلقة ربنا، ده الوضع الطبيعي، الوضع المظبوط. فلما الإنسان بيعمل حاجات غلط، الحد الفاصل اللي بيفصل النسبة العليا من الغنى والنسبة الصغرى من الفقر بينهار، الحد ده بينهار، فيبتدي الفقر يتعدى الحدود. مين السبب؟ أنا عملت حاجات، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، هتخلي القليل اللي قاعد على الهامش يتعدى حدوده ويطلع على التاني ويتبدلوا في الأماكن، يبقى الغنى يقل والفقر يزيد، المرض يزيد والصحة تقل، السعادة تيجي على الهامش والتعاسة هي اللي تبقى أكتر، ويبقى الحياة فيها مشاكل. فناخد مشاكل دي واروح لمين؟ سورة الإخلاص. هقابل مين بقى في سورة الإخلاص؟ هقابل الله الأحد والله الصمد. اشمعنى الأحد واشمعنى الصمد؟ الأحد هو اللي بيعرف يرسم الحدود، هو اللي أصلا وضع الحدود، هو اللي مؤسس الحدود في الكون، هو اللي مؤسس حدودي أنا، بحيث إن أنا يبقى عندي كل الحاجات الإيجابية هي أخذ المساحة الأكبر من حياتي، والحاجات السلبية تبقى أخذ على الهامش من حياتي. فأنا أروح للأحد، يا أحد يا الله، واستمد نور الأحد واتشحن بنور الأحد، أشحن قلبي بنور الأحد، فقلبي
يعرف يرجع الحياة تاني، الحاجات الإيجابية بنسبة كبيرة والحاجات السلبية على الهامش. طب ليه الله أحد؟ لأنه صمد، لأن هو اللي معاه أصل كل شيء ومعاه كتالوج كل شيء، والله صمد لا يتغير ثابت. الله صمد سبحانه وتعالى أصل كل شيء، والخلطة بتاعته هو اللي عامل لي الخلطة دي، عامل لي خلطة حياتي بالمنظر ده. فهو الصمد اللي هيسمع في الأحد ويعرف يرسم، يخليني حياتي يبقى فيها حدود. فأنا أروح للأحد سبحانه وتعالى عشان يحط الحدود. طب هو بيحطها عشان هو صمد. هو أصلا كل حاجة عنده لها أصلها، لها أصولها، لها السند الأصلي بتاعها اللي يثبت إيه هي وإزاي تمشي وإزاي ده إيه وده إمتى وده فين سبحانه وتعالى. طب أنا أثق في الأحد ليه وأثق في الصمد ليه؟ لأنه لم يلد ولم يولد. هو مش زيي محتاج وهو صغير لأب يسنده، ولا لما يكبر ابن يسنده، مش محتاج العملية دي أصلا. وإيه كمان؟ ولم يكن له كفوا أحد، مفيش حد زيه، هو لا محتاج ولا حد زيه. فأنا أثق في الأحد وأثق في الصمد، وربنا اداني البرهان والدليل. انت تثق فيا كأحد وتثق فيا كصمد، لأني أنا لم ألد ولم أولد، ده الله سبحانه وتعالى ومفيش حد زيي. فلما الدنيا تبوظ روح للأحد سبحانه وتعالى، روح للأحد هيرسم لك الحدود، وبعد ما يرسم الحدود هيرجع كل حاجة لفطرتها ولأصلها، كل واحد في مساحته، لأنه صمد بيعرف يثبت كل حاجة في مكانها، ويثبت لك الغنى على مساحته والفقر على مساحته، الصحة على مساحتها والمرض على مساحته. وأنا جوايا كل الأشياء، كل شيء وقرينه، كل شيء وقرينه، كل شيء وقرينه موجودة جوايا. بس سبحانه وتعالى معرف كل واحد حدوده. طول ما أنا مستعينة بالأحد وبالصمد كل حاجة تعرف حدودها. فاحنا في سورة الإخلاص هنرجع حياتنا للأصل بتاعها زي ما ربنا خلقها. إزاي؟ بالأحد والصمد. باخد الطاقات واخد النور واخد البركات اللي تخليني أعرف أحط لكل حاجة حدود، أحط لحياتي حدود، وأحط لنفسي حدود الناس ما تتخطاهاش. فلا أنا أخترق حدود حد ولا حد يخترق حدودي. الله الأحد والله الصمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.